سلام عليكم. عزيزي زوجي المستقبلي، تحية طيبة وبعد. مبدئيا أنا عايزاك تصلي على النبي في قلبك كده، لأنه واضح إننا اتخذنا قرار الزواج. يلا، محدش بيموت ناقص عمر. وبما إننا خدنا القرار ده، فكان في نفسي كده كام حاجة عايزة أقولهم لك. إحنا هنعيش سوا، واضح. قرار الجواز ده مش لعبة، على الأقل بالنسبة لي مؤبد يعني. تقولي طبعا في ناس بيحتفلوا مثلا ب40 سنة جواز، أنا أقول لك هو أنا آخري 25، معلش نشوف حل بقى بعد كده. وعشان كده حاول تبقى لطيف، يعني بين الحين والآخر قولي يا حبيبتي، بلاش بيبي عشان عندي ارتكارية. ادخل عليا كل شهرين ببوكيه ورد، أنا عليا الكباب، مفيش مشاكل. لو رجعت ولقيت شكلي منكوش وحالتي كرب عشان كنت لسه راجعة من الشغل وبحاول ألحق أعمل أكل، ممكن يعني تنكش شعرك وتقف تساعدني شوية، مش عيب، مش عيب إطلاقا. لو يوم حسيت اني تعبانه فاجئني واعمل لي كوبايه شاي، انا طلباتي بسيطه، انت عارف ان اكتر حاجه بحبها في الكوكب الشاي. تعالى في يوم قول لي ما تيجي نتجنن ونسافر يومين، نلم شنطه صغيره ونهرب من الكوكب الكئيب. الدنيا مسؤوليات واحنا كبار، بس الدنيا من غير جنان مش هينفع تتعاش، مش هنقدر نكمل. اوعدني تحاول تتجنن قدر الامكان. اوعدني انه على الرغم اننا في ايام كتير هنقوم مش طايقين فيها بعض وعايزين نولع في بعض بجاز وبنلعن ونسب اليوم اللي اتجوزنا فيه، ترو ستوري، بعد ساعة نتصالح ونقعد نلعب بلاي ستيشن قوي. اوعدني اما تلاقي المسلسل اللي بحبه بدأ تديني الريموت عشان اقعد اتفرج شوية. اوعدني تفضل الشخص اللي على الرغم ان في ايام هبقى مش طايقاه فيها عشان نسي يدفع فاتورة الكهرباء، ومش كل حاجة انا اللي هعملها، بس انت الوحيد اللي انا بارادتي الحرة وقلبي المنشكح اخترته عشان اتخانق معاه على فاتورة الكهرباء اللي لسه ما اتدفعتش. واخيرا شكرا والى لقاء قريب ان شاء الله.